السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة هوريكم خامة كتان، هوريكم منها لونين، والخامة ديت جميلة جدا في التنجيد. برضو هوريكم شغلنا بيها. احنا حاليا شغالين بالقماشة دي، اللون الرصاصي واللون الأزرق. ده الرصاصي دي درجة وسط، يعني في أفتح منها وفي أغمق منها. والازرق دوت في منه درجات، في البترولي، في الجنزاري، في الازرقات ديت لغايه الكحلي الغامق. يعني الكارتيلا بيبقى في منها درجات كتيره في الازرق دي، والرصاصي بيبقى في منه كام درجه كده، منه الفاتح ومنه الغامق ومنه المتوسط اللي هو دوت. تمام. القماشه ديت بيبقى زي ما قلت لكم كده، بتبقى شكلها حلو قوي في التنجيد. الخامه زي ما انتم شايفين النسيج بتاعها ضيق جدا، يعني مفيش فرصه انه يتنتش او حاجه. يعني في نفس الخامه ديت او نفس المصنع بيطلع قماشه الفتله بتاعتها تخينه، والنسيج بتاعها يعني واسع كده او تخين في بعضه. فيعني سهله قوي لو خاتم او اي حاجه كده ممكن ينتشها وتلاقي طالع منها فتل او كده. انما ديت حلاوتها ان هي زي ما انتم شايفين المسام بتاعها ضيق جدا، ف يعني بتبقى جميله قوي. وكمان بيبقى فيه خيوط داخله في بعضها كده، مثلا الازرق داخله فتله سودا، فبيدي شكل للقماشه. زي كمان الرصاصي ده داخله فتله سودا وفتله بيضه كده، برضو بيدي شكل حلو قوي للقماشه. في الغامق بتاعها بيبقى اوضح من ده جامد. الغامق بتاعها كنا مصورينه في فيديوهات قبل كده، وكنا مطلعين بيه ركنه اللي قبل اللي فاتت، كنا عاملين بالرصاص الغامق من نفس الخامه ديت. فكان طالع الركنه كانت طالعه شكلها خطير، بسم الله ما شاء الله. هوريكم برضو شكل القماشه من ورا اللي هو الظهر بتاعها. ده كده ظهرها، برضو ما فيش البطانه الفايبر دي. وعلى فكره بالنسبه للقماش اللي ليه بطانه، يعني في خامات شبه الكتان كده وليها بطانه من ورا. القماش دوت فيه منه بصراحه يعني قماشه حلوه وشغاله وتتحمل. وفي منه بقى اللي هو اللي بيملع او اللي بيمط او الكلام دوت، اللي ده بقى الحاجات اللي ليها بطانه من ورا وبتبقى مش حلوه. تمام كده. انما ده زي ما شفتوا كده، ده ظهره. بصوا مفيش اي بطانه من ورا، والقماشه اهيت من قدام. ادي النسيج بتاعها، عشان بيبقى فيه نسيج متشابه، يعني الناس بتتلخبط في شكل القماشه. تمام. والرصاصي كمان اهي، وادي الظهر بتاع الرصاصي، دي وشها وادي ظهرها. وطبعا التصوير بيبقى مخلي فيه درجة اختلاف كده في لون القماش او في لون الحاجة اللي بنصورها. يعني انا عندي ديت كده اغمق من الكاميرا درجة او درجتين، والرصاصي دي كمان اغمق من الدرجة، اغمق من الكاميرا درجة او درجتين. تمام. الكاميرا مفتحة ومنورة القماش قوي، فمش مطلعة اللون الحقيقي. فبحاول على قد ما اقدر اقرب كده عشان اجيب درجة اللون. المهم فهوريكم بقى الشغل اللي احنا شغالين بالقماشه ديت فيه. الازرق عاملين منه ركنه، والرصاصي عاملين منه انتريه. طبعا احنا في بدايه الشغل فعاملين الارضيات، فهوريكم بس الارضيات وهتتابعوا معانا على القناه. شغل الانتريه والركنه بالقماشه ديت هتشوفوها معانا ان شاء الله في الفيديوهات على القناه. ده كده الجزء الاولاني من الركنه. طبعا الركنه ديت هيبقى ليها شلت مش ثابته، وما فيهاش سرير ولا صحاره. هي ده كده القاعده بتاعتها. وده الظهر طبعا لسه احنا شغالين فيها، لسه شغالين فيها تنجيد. فالارضيات كده متشطبه، وطبعا الارضيه دي هيبقى فوقيها شلته. وده الظهر. طبعا احنا كنا على قناه فنون التنجيد كنا عاملين فيديو على الظهر ده، وازاي نعمل الكلابه اللي في الجنب ديت، طريقه تفصيلها وخياطتها. تمام. الفيديو هتلاقوه ان شاء الله على قناه فنون التنجيد بتاعت زوجي. وادي الظهر. طبعا نص الظهر هيتشطب. تمام. تعالوا بقى اوريكم القماشه الرصاصي وهي معموله في الانتريه، برضو ارضيات. ده الكرسي بتاع الانتريه، ارضيه اهي. طبعا الانتريه لسه الارضيه بس اللي ايه اتعملت فيه. ودي الكنبه التانية، دي الكنبه الصغيره. تمام. والكنبه الكبيره اهي. طبعا
طبعا ده السفنج بتاع الظهر. ادي الكنبه الكبيره، هو الانتريه كنبتين وفوتيه. تمام. وبس كده. القماشه دي موجوده فين؟ موجوده في المنشيه، شارع مسجد العطارين. الشارع دوت مليان على الصفين محلات قماش، هتلاقوا القماشه ديت في معظم المحلات هناك جايبين من الخامه ديت. تمام. يا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناه، وكمان ما تنسوش تروحوا على قناه زوجي فنون التنجيد، هتلاقوا فيديوهات هناك هتعجبكم. وانا مصوره فيديوهات كتير عن خامات كتيره للقماش التنجيد وللكتان عموما، موجود هنا على القناه. اللي حابب يشوف الفيديوهات ديت او بيدور على قماش وعايز يشتري خامه كويسه، هيلاقي خامات حلوه قوي موجوده هنا على القناه. والسلام عليكم ورحمه الله.